السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي خير وفي احسن حال يا رب العالمين. احنا النهاردة هنعجن كيلو ونص دي حبة كاملة، هنعمل منه عيش سادة وهنعمل منه حواوشي. تمام. احنا حطينا هنا، نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على النبي. حطينا كوبايتين مية من الحنفية عادي جدا، اللي هو المج ده. تمام. ونحط عليهم كوباية مية سخنة، نحط كوباية مية سخنة كده، 3 كوبايات. ونشوف المية، احنا عايزين يدوب المية فترة، يعني فترة بس كده، زي دمع العين بالظبط، ما تبقاش سخنة وما تبقاش ساقعة عشان ما تبوظش معانا الخميرة. وهنسيب طبعا معانا كوباية احتياطي برضو تكون فترة. تمام كده. يبقى هنا حطينا كوبايتين مية باردة وكوباية مية هي سخنة، مش سخنة قوي برضو، ولو لقيتوها سخنة زودوها تاني مية باردة. تمام. المهم اظبطوا ال3 كوبايات تبقى مية فترة، احنا مش عايزين نحط اكتر من كده لما نشوف الاول العجينة هتاخد معانا قد ايه. تمام. هنحط معانا كيس ونص خميرة، كيس ونص خميرة كاملين. ماشي. وهنحط 3 معالق سكر من معلقة الرز دي. تمام كده. 3 معالق سكر مليانين كده، حطينا 3 معالق سكر مليانين سكر. تمام كده. وكيس ونص خميرة. تمام. خميرة معانا يعني ما شاء الله. نحط دلوقتي، بسم الله، ده نص، وده نحط الكيلو. هنحط معانا معلقة سمسم كبيرة، المعلقة دي اللي احنا بنطبخ بيها. عشان انا مش بحب احط السمسم على الوش، عشان لما بيتحط على الوش بيقع. يعني انا بحب احطه كده في قلب العجين ونستفاد بيه احسن. هنحط مقدار معلقة شاي ملح، وهنحط المج برضو الكبير ده زبدة. ماشي. بسم الله. او زبدة على زيت او سمنة على زيت اللي يريحكم. انا حاطه زبدة مسيحاه، ويعني حاطه فنجان زيت صغير قد كده، انما هي كوبايه، يعني كوبايه الا ربع زبدة والربع زيت. تمام. زيت بدون ريحة، زيت نظيف. هنقلب بقى ونسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه واحبابه اجمعين. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. بصوا بس يا دوب الدقيق بس يختفي معانا، مش هنعجن فيها كتير، هي خلاص اهي هنلمها. بس ايه، دهنة زيت بسيطة خالص من بره، ودهنا بطبق دهنة زيت بسيطة برضو اهي، دهنة زيت بسيطة خالص، مسحة زيت كده عشان لما تخمر معانا ما تلزقش في الطبق اللي عاجنين فيه. شايفين لمناها خالص، وفي نفس الوقت هي طرية تقطع معانا اهي، ملهاش عرق، احنا مش عايزين ليها عرق. وهي احلى حاجه في العجينه الحبه الكامله انها ما بيبقاش لها عرق، وعجينها سهل وما فيش اي مجهود، يعني ما تعمليش اي مجهود في العجين. تمام. هنشوفها بقى لما تخمر واحنا بنقطعها مع بعض. بصوا يا جماعه، حطينا هنا قرنين فلفل اخضر وفلفل احمر مهروس من اللي انا مخزناه في الفريزر، ده فلفل احمر
انا فرمه بس كده، والملح خلاص، مش حاطه بهارات، مش حاطه توم، مش حاطه اي حاجه خالص ولا اي حاجه. هو الفلفل الاخضر والملح والفلفل الاحمر بس كده، هنحطهم على اللحمه المفرومه. دلوقتي ده نص لحمه مفرومه عاديه جدا، نص لحمه مفرومه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. بتنقي الحته اللي انت عايزاها من الجزار ويفرمها لك، وهي دي اللحمه. وده الفلفل اللي احنا عملناه مع بعض اهو. هنصفيه عشان مش عايزه الميه دي، عشان ما تبوظش مني العجينه. تمام، لان احنا هنعمله، هنحط اللحمه نيه في العجين، ومش عايزين الميه دي تبوظ الدنيا. تستعمليها في اي حاجه تانية، لو كتيره وانت عامله كميه شيليها في الفريزر في كيس هتحتاجيها. تمام، حطينا هنا اهو. هيئنا طبعا الملح في الفلفل واحنا بنطحنه، معلقه صغيره ملح او على حسب الرغبه يعني. تمام، يعني ملح وفلفل وبس، ده اللي فرمناه مع بعضه. ماشي، وبعدين حطينا الجبنه الموتزاريلا، وبعدين حطينا الماده الدهنيه، زبده او دهن او ليا زي ما انتوا تحبوا يعني، الماده الدهنيه بتاعتكم اللي بتحبوها حطيناها، لان احنا زي ما قلنا اللحمه المفرومه جايبينها من عند الجزار فرمينها، فاحنا كل حاجه عملناها في البيت اهي. لحمتنا معانا، هنكورها دلوقتي ونجهزها للعجين. اهو كورنا اللحمه اللي هنحطها في العجين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اللهم بارك، اللهم بارك. طيب احنا دلوقتي هنقطع العجين ونحط فيه اللحمة، عشان لسه هنسيبه يخمر كمان شوية. تمام، طبعا ايدينا مدهونة زيت هنعمل بيها العجين دلوقتي. دلوقتي احنا خدنا حتة العجين اهي. تمام اهي، هنلمها كده. تمام، وهنحط فيها الكرة بتاعت اللحمة كده. نحطها قدامكم اهي، شايفين كده. ماشي، مش هنفرد فيها كتير، بس هنلم كده بقى. وهنسيبها تخمر تاني، شايفين كده اهو. بعدين نسيبها تخمر تاني، شايفين كده اهو. كده عملنا معانا رغيفين اهو. نغطيهم ونسيبهم هما يخمروا على الاخر، ولما نبططهم هيبقى بالراحه خالص برضو، مش هنوسعهم قوي. تمام، وهنشوف مع بعض هنعمله ازاي. نص بسيط خالص كده بس عشان ما يقبش قوي معانا. ماشي، الشكل ده كده، وشكل بالمره يعني ايه، يبقى شكله حلو كده كشكل. واحنا بنعمله ليه؟ عشان ما يقبش معانا قوي وينفخ معانا في الفرن. تمام كده اهو، بس بالراحه عشان اللحمه ما تبانش يا جماعه من الرغيف. تمام كده اهو. بس بططنا الرغيف ونخرمه بس بسيط كده بالشوكه او باي حاجه مخرمه عندنا. ده يا جماعه العيش اللي هو الفاضي اللي ما فيهوش لحمه. تمام، طبعا احنا برضو بسيط قوي كده، مش عشان احنا بنحبه يعني زي يعني يكون نافش شويه بس، مش بنحبه خفيف قوي، عشان بيبقى يعني ايه. وبصراحه عجبنا من اول مره عملناه. انا نزلت طريقته طبعا منزله طريقته على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، طريقه العيش دوت. بصوا يا دوب بس بقى بالراحه خالص كده نعمل له الشكل الجميل ده. تمام، بصوا بالراحه خالص. بصوا كده كشكل كده جمالي، في نفس الوقت عشان ما يقبش قوي يعمل زي الفينو.
بصوا شكل بس كده، ده الشكل الفاضي. التاني احنا عاملينه بالشو. عندنا برضو ده كمان اهو، ده باللحمة برضو. هم عملوا معانا بسم الله الرحمن الرحيم 5 و3 8 ترغيفة. اللي باللحمة عملوا معانا 8 ترغيفة. احنا طلعنا الصاج الكبير اهو تمام، وخلعناهم طبعا كده بالقطاعة بتاعة البسبوسة عشان نشيلهم، لان بيبقوا لازقين في الصاج. تمام، شايفين الرغيف اهو، شايفين طبعا هو سخن جدا، شايفين جميل جدا 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 وطري جدا. هنقطعه طبعا. شايفين السوا بتاعه، شايفين ما شاء الله نافش وطري وجميل. تحفة تحفة تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعنا بقية السجان اهو، هنغطيهم دلوقتي، بخينا عليهم بس مية بسيطة كده وهنغطيهم تمام عشان يخلعوا معانا سهل. دلوقتي احنا طلعنا العيش من السجان الكبيرة والصغيرة، فضينا السجان الكبيرة والصغيرة تمام. ده العيش معانا اهو، طبعا احنا عملناه مع بعض قبل كده اهو. ما شاء الله ما شاء الله طري. بصوا شايفين طري وجميل جدا. احنا عشان حبيناه ان هو يعني هاشش كده وجميل وحلو، فانا عملت منه تاني. يعني احنا بصراحة قلت بدل ما اعمل عيش في الطاسة وارجع اعمل توست وارجع، فقلت هو ده منه ايه يعني عيش ومنه توست وطري وجميل. وشايفين السوا بتاعه جميل. هنقصه قدامكم دلوقتي ونوريه لكم. شايفين طبعا انا بقصه نصين عشان اهو. شايفين العيش، يعني انا ممكن اخليها. شايفين تحفة 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 يا بنات، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اللهم بارك اللهم بارك. شايفين 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 بصراحة يعني احلى فكرة عيش عملتها وعجبتني، ومن ساعتها واحنا بنعمل العيش كده. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا يا رب، وتعملوا احسن مني 100 مرة. واحنا كده خلصنا العيش اللي باللحمة، وخلصنا العيش السادة. هو كله نفس الطريقة، بس ده حشينا لحمة وده سادة، هي نفس العجينة. ويا رب الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه بأي شيء، بأي معلومة تفيدكم يا رب إن شاء الله. واسيبكم في حفظ الله، وما تنسونيش في الدعوة الحلوة والكومنتات والمتابعة والشير. واللي مش عامل لي متابعة يعمل لي متابعة عشان يوصل لكم كل جديد. واي تجربة احب اعملها نعملها مع بعض ان شاء الله توصل لكم اول باول. وحبايبي اللي بيتابعوني يقولوا لي بيتابعوني منين وبتعملوا العيش ده ازاي الحبة الكاملة.
واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله بدون مقاطعة باذن الله. قطعناه اهو كده زي ما انتم شايفين كله نصين. هو الرغيف حلو قوي على 2، يعني النص مشبع جدا حلو جدا. تمام، قطعناه كله كده انصاص اهو وبنحط كل نصين في شنطة، نحطه في الفريزر. هو طبعا برد معانا جدا، برد خالص. تمام، بس بنحطه بقى كده كله في الاكياس ونحطه في الفريزر.